اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صاحب مشكلتي النهاردة بيقول خطيبتي مجنناني ومش عارف أعمل معاها إيه. أنا بحبها ومش قادر أستغنى عنها، قولولي أتصرف معاها إزاي. بيقول إن مشكلتي إن خطيبتي عصبية جدا وبتتكلم وخلاص وهي متعصبة وبتشتم وبتدعي وبتعلي صوتها وتقفل في وش التليفون، وده بيعصبني. في نفس الوقت مش عايزاني اخد اي رد فعل ولا حتى اخد جنب شوية، لاني مخنوق من اللي هي بتعمله. لو سبتها ساعة مرنتش عليها تقولي انت مش حنين وانا مش حاسة بالامان، وتفضل تعيط وتنهار، مع ان في مرات كتير برن عليها وما بترضاش ترد عليا وتقولي انا زعلانة. ليه ترن مرة واتنين؟ انت ترن عليا لحد ان شاء الله حتى 1000 مرة لحد اما اروق واكلمك، والاسلوب ده ما ينفعش معايا. تقولي تحملني، امال مين هيتحملني؟ اجيب حد من بره اتخانق معاه؟ الحاجة التانية بيقول ان لو زعلت على اي حاجة زعلها بيطول، وبتقعد تجيب لي القديم والجديد وما بتنساش اي حاجة خالص، وتقولي فاكر الموقف ده؟ فاكر وقلبها اسود وعندها سوء فهم، وبتاخد كل حاجة بالمحمل السيء، ما عندهاش ابدا حسن النية في التصرف. وانا مش عارف اعمل ايه معاها. انا بحبها بس بقول هي حساسة وبتاخد على خاطرها بسرعة. انا عايز نصيحة اصلح منها ازاي علشان تعبت بجد. انا مش عايز اخسرها، قولولي اعمل ايه. تعالى بقى انا هقولك تعمل ايه. هي بتعمل كده عايزة التملك، وازاي تقنعك انك تتحملها، وازاي هي تخليك زي الخاتم في صباحها. هي مش بتعمل ده من فراغ، كل القصة علشان انت ما تسألش. لما هي بترن عليها وهي ما بتردش لازم تثق فيها. بس هو الجيل الجديد ده كده، الجيل الجديد بيعرف يفكر ازاي يبقى له شخصية وازاي ينفذ اللي في دماغه. انت كده مش هتسلك معاها، لان هي من الاول مفيش تفاهم. يعني هو مفيش تفاهم اهو. يعني ازاي حياة زوجية هتتبني على عدم التفاهم؟ عايزة هي تسيطر، عايزاك تبقى زي الخاتم في صباحها، تقولك يمين يمين تقولك شمال شمال، ودي مش حياة. لازم يبقى في تفاهم. التفاهم احسن من الحب. لما تكونوا متفاهمين الحب هيجي لوحده، انما لما يكون في حب ومفيش تفاهم الحياة هتبقى صعبة جدا ومش هتقدروا تكملوا. وبعدين دي هتبقى ازاي اذا ما كانتش هي يعني تتحملك وتتحملها؟ تتحمل ولادها ازاي؟ هتحمل ولادها ازاي وتربي اجيال ازاي؟ هي لو ما كانتش هتصلح من نفسها كل واحد يروح لحاله، وهي مجبرة ان هي تصلح من نفسها، لان هي انسانة غريبة بصراحة. انا مشوفتش واحدة بالطريقة دي. وكل اللي اقوله لك ان انت تقرب لربنا وتدعي ربنا وتقول يا رب اذا كان خير ليا قربها ليا، واذا كان شر ليا ابعدها عني. وتقرب لربنا وصلي استخارة، لان مستحيل انت في فترة الخطوبة مش قادر تتحمل، امال في الجواز هتعمل ايه؟ وقولوا له انتوا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش لايك وشير لو بتحبوا الخير.